ولقيت صاحب جوزي بيقرب مني، وبدأ يحصل لمسات غريبة من ناحية تخليك تحس بأحاسيس تانية. والمصيبة والكارثة كمان إن جوزي كان قاعد بيتفرج علينا. وعايزة أقول لكم نفس النظام كان بيحصل مع جوزي. مرات صاحبه كانت بتعمل حاجات عمركم ما هتتوقعوها. أنا مين وحكايتي إيه؟ هقول لكم. ازيكم حبايبنا المتابعين، وحشتونا جدا ورجعنا لكم بفيديو جديد. اولا حكايتنا جديدة من نوعها. ثانيا لو وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناة، يلا بسرعة روح اشترك واعمل تفعيل لزر الجرس علشان يوصلك كل جديد وكل حاجة بننزلها من فيديوهات وحكايات جديدة. اولا هنبدأ حكايتنا النهاردة وحكاية مدام سناء كانت بنت عادية جدا. كانت قاعدة في بيت ريفي عادي خالص، والحالة تحت المتوسطة جدا جدا. ما كانش حيلتهم حاجة، وكانت كمان بتشتغل وتصرف على أهلها. تقدروا تقولوا إنها كانت مسؤوليتهم كلها، سواء أكل وشرب وكل حاجة. كانت لسه عندها 14 سنة وكانت بتشتغل في البيوت، وكانت بتمسح وتكنس، وكمان كانت بتطلع تشتغل برا، تبيع حاجات في الإشارات وتعمل كل حاجة، لأن والدها كان تعبان وعنده شلل، وكان قاعد في البيت وعاكس. وأمها ست كبيرة وما كانش ينفع تعمل حاجة. وللأسف ما كانش ليها غير أخوات تانيين صغيرين، ما كانش ينفع إنهم يشتغلوا. وكمان كان البنات كلهم، كان ليها 4 بنات. والمعاش اللي كان بيجي لوالدها ما كانش بيأكلهم عيش حاف. كانتش عارفة تعمل ايه. فضلت سنين في ذل وعذاب وبهدلة، وهتروح فين وتيجي منين. كل اللي كانت بتتمناه انها تلاقي عريس كويس ومعاه فلوس علشان يقدر ينتشلها من اللي هي فيه. وللأسف لقيت كده، بس اللي حصل ما كانش يخطر على بال. وجوزها عمل معاها حاجات ما ينفعش انها تتعمل من الأساس. سناء عملت ايه علشان تلاقي عريس كويس؟ ما كانتش عارفة تعمل ايه. حكت لواحدة صاحبتها، وكانت هي بتحكي لها كل حاجة. صاحبتها قالت لها بقولك ايه، اليومين دول كل واحدة عشان تجيب عريس كويس بيجيبوه من على النت. خشي هديكي موقع كويس وخشي عليه، وهتلاقي هناك كل العرسان اشكال والوان وهيعجبوكي، واللي هتنقي براحتك، الغني من الفقير، وكمان هتشوفيه وتعرفي كل حاجة عنه. سناء ما كانتش مقتنعة في الأول، وقالت ازاي أعمل كده، هو أنا ببيع نفسي؟ صاحبتها قالت لها انت ما بتبيعيش نفسك ولا حاجة، ده في الأول وفي الآخر جواز، بس انتوا هتتعرفوا وديكي هتعرفي الكويس من الوحش، ولو ما عجبكيش خلاص. سناء بدأ الموضوع يدخل دماغها، وفكرت انها تعمل كده. وفعلا دخلت من على موبايلها، وكمان كلمته وشافت واحد كويس. بدأ يكلمها، قعدوا يتكلموا فترة، وبعد كده قال لها انا هتجوزك، بس انا ما اعرفش انزل مصر. الولد ما كانش مصري، الولد كان من بلد تانية غير مصر، كان بلد عربية برضه، بس كان قاعد في روما. روما دي طبعا احنا كلنا عارفين تقاليدها وتقاليد الغرب. المهم قال لها انا مش هعرف انزل عندكم، هبعتلك الفلوس وابعتلك كل حاجة، وهنتجوز وهنكتب الكتاب هنا. البنت ما كانتش عارفة تعمل ايه، حكت لأهلها. طبعا وافقوا لما بعت لهم فلوس كتير، ملايين ملايين، وفكروا انهم لازم يبعتوها لان ابوها كان راجل جشع جدا. وفعلا البنت سافرت وهي في فستان الفرح، وراحت له وكتب عليها هناك، وكتبوا الكتاب وكل حاجة كانت ماشية كويس. بعد اسبوع واحد قال لها بقولك ايه، جهزي نفسك علشان احنا رايحين عند ناس صحابي. وراحت معاه. بعد ما راحت هناك، طول ما هي قاعدة لقيت صاحب جوزها بيبص لها نظرات غريبة. زهقت وما عجبهاش القعدة، وقالت له يلا نمشي. بعد ما مشيوا هو قال لها في ايه، قالت له ما فيش. بعد شوية يوم واتنين وتلاتة راحوا برضو رجعت تاني ومش عاجبها القعدة. بعد كده جوزها قال لها، جاب لها بيبي دول من هدومها، اللي هو يعني قميص نوم بمعنى أصح. وفعلا
اخده وقال لها حطيه في الشنطة علشان هتلبسيه هناك. قالت له ازاي البس حاجة زي دي عند صاحبك؟ قال لها وفيها ايه، ما مرات صاحبي بتبقى هناك وانت شايفة لبسها بيبقى عامل ازاي، وهنا مفيش حاجة من الكلام ده وكل حاجة عادي. اسمعي الكلام علشان ما اقطعش الفلوس اللي برجعها لاهلك وكده. طبعا البنت خافت وما بقتش عارفة تعمل ايه. اخدت القميص اللي هو مطلعه لها وفعلا اخدته معاها في الشنطة وراحت كانت قاعدة محرجة، ما كانتش عارفة تعمل ايه ولا قادرة تلبس، هتلبس ازاي ولا هتعمل ايه، مش كانت عارفة. مرات صاحب جوزها ندهت عليها وقالت لها تعالي ندخل جوه. دخلوا جوه وطلعت قميص من عندها هي كمان ولبسته، وقالت لها طلعي اللي معاكي والبسيه، كأنها كانت عارفة ان هي معاها هدوم. البنت كانت مستغربة جدا ومش عارفة تعمل ايه. طلعته وطلعت معاها، وبعد ما لبسته وهي مكسوفة جدا لانه كان يعني شفاف شوية وظاهر معالم جسمها، وهي شكلها جميل جدا وكان جسمها في اماكن بارزة شوية، فكانت ملفتة شويتين تلاتة، وكانت شايفة العين كلها عليها، كانت جميلة جدا بصراحة. وراحت قعدت. بعد ما قعدت صاحب جوزها قال لها تعالي اقعدي هنا. فاللي هي بصت لجوزها ازاي يعني، قال لها ملكيش دعوة روحي هناك، وبصلها بغضب. راحت قعدت جنب صاحب جوزها. بعد كده بدأت تحس ان هو بيبصلها وبيكلمها كلام مش كويس، يعني نظراته غريبة. قال لها تعالي نرقص له مع بعض. قاموا يرقصوا وهي برضه بتبص لجوزها، وكل ما تبصله يبصلها نظرات غضب، يعني اعملي اللي انا بقولك عليه. بعد كده هي ما كانتش عارفة تعمل ايه، فعلا عملت كده. بدأت تحس ان صاحب جوزها بيقرب منها، وبدأ في لمسات غريبة وحاجات غلط ما ينفعش انها تحصل. في الوقت ده ما قدرتش انها تستحمل، ضربته بالقلم ودخلت بسرعة جوه وغيرت هدومها واخدت بعضها ومشيت. وجوزها طبعا طلع وراها وهو متضايق وكان غضبان جدا. واللي حصل بعد كده كانت مصيبة كبيرة، لان جوزها خلاها تعمل حاجات ما كانش حد يتوقع انها ممكن تعملها. راح وراها البيت وبعد كده بهدل الدنيا. واللي حصل كان عجيب جدا وكان صدمة للكل. استنوا الجزء التاني هيعجبكم جدا. مع السلامة، واستنوني في حكاية جديدة والجزء التاني من حكايتنا بتاعة الفيديو ده. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش اشتراك، يلا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.